له. احنا نتحدث عن موقف سابق لقطر في رفع الحظر عن الكرة العراقية في التسعينات. كان هناك زيارة لفريق الوكرة إلى بغداد، كانت هي المفتاح لرفع الحظر في حينها. ايضا نتحدث عن دور الاتحاد القطري لكرة القدم في استضافة العديد من الفرق والمنتخبات العراقية، إقامة العديد من المعسكرات التدريبية. كل هذا يعني ولد انطباعات إيجابية جدا لدى الجمهور العراقي، واعتقد الجمهور العراقي أراد أن يرد الجميل من خلال استقباله للمنتخب القطري ودعمه وتشجيعه في المباراة الافتتاحية، رغم أن الطرف الآخر كان المنتخب العراقي. حقيقة يعني الموقف القطري موقف إيجابي جدا تجاه الكرة العراقية. رفع الحظر اللي تحقق جزئيا كان بدور مهم لعب الجانب القطري في هذا الجانب من خلال العلاقات اللي يمتلكها الجانب القطري مع الاتحاد الدولي ومع الاتحاد الآسيوي في هذا الجانب. لذلك اعتقد انه ما حدث في ملعب البصره وفي ملعب جذع النخله هو انعكاس لحقيقه الانطباعات الايجابيه اللي تولدت لدى الجمهور العراقي بشكل عام.